بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنحل امتحان علوم تالتة اعدادي ترم اول محافظة بورسعيد من كتاب الامتحان. السؤال الاول: اكمل العبارات الاتية. رقم 1: تعتبر القوة كمية فيزيائية متجهة، بينما الكتلة كمية فيزيائية قياسية. طيب رقم 2: اذا تناقصت سرعة جسم بمعدل ثابت بمرور الزمن تكون العجلة سالبة منتظمة سالبة، ووحدة قياسها متر لكل ثانية تربيع، وحدة قياس العجلة عادي. طيب رقم 3: يمكن الحصول على صورة تقديرية معتدلة مكبرة بواسطة مرآة مقعرة أو عدسة محدبة. طيب رقم 4: المحور الثانوي للمرآة هو أي مستقيم يمر به مركز تكور المرآة، وأي نقطة على سطحها العاكس خلاف قطبها. رقم ب: استخرج الكلمة أو العبارة غير المناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات أو العبارات. رقم 1: إنتاج البويضات، تعويض الخلايا التالفة، إنتاج خلايا مماثلة للخلية الأم، نمو الكائن الحي. مين المختلف؟ إنتاج البويضات. والباقي أهمية الانقسام الميتوزي. أهمية الانقسام الميتوزي. طيب رقم 2: حبوب اللقاح، البويضات، الحيوانات المنوية، المتك. مين اللي مختلف؟ المتك. والباقي أمشاج، لكن المتك ده منسل. طيب رقم 3: صورة حقيقية مقلوبة مصغرة، صورة حقيقية مقلوبة مساوية للجسم، صورة حقيقية مقلوبة مكبرة، صورة تقديرية معتدلة مساوية. مين المختلف؟ صورة تقديرية معتدلة مساوية. والباقي خواص الصورة المتكونة بالمرآة المقعرة. خواص الصورة المتكونة بالمرآة المقعرة أو العدسة المحدبة، لكن صورة تقديرية معتدلة مساوية دي في المرآة المستوية. طيب رقم 4: المرآة المستوية، المرآة المحدبة، المرآة المقعرة، العدسة المحدبة. مين المختلف؟ العدسة المحدبة. والباقي أنواع المرايا. طيب رقم ج: في خلال 2.5 ثانية ازدادت سرعة سيارة من 20 متر على الثانية إلى 25 متر على الثانية، بينما تحركت دراجة من السكون ووصلت سرعتها إلى 5 متر على الثانية في نفس الفترة الزمنية. أيهما تحركت بعجلة أكبر؟ 2.5 ثانية ده زين. ازدادت سرعة السيارة من 20 ل25، 20 دي عين 1 و25 دي عين 2، بينما تحركت الدراجة من السكون. الدراجة عين 1 بصفر عشان من السكون، وصلت سرعتها إلى 5، يبقى عين 2 ب5 في نفس الفترة الزمنية اللي هي زين برضو للدراجة 2.5. هنحسب ج للسيارة هتساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين، هتساوي عين 2 25 ناقص 20 على 2.5، تبقى 5 على 2.5 هتساوي 2 متر لكل ثانية تربيع. ديت للسيارة. طيب ج للدراجة هتساوي 5 ناقص 0 على 2.5 هتساوي 2 متر لكل ثانية تربيع. مين يتحرك بعجلة أكبر؟ دي ب2 ودي 2، يبقى العجلة متساوية، عجلة الدراجة تساوي عجلة السيارة، يبقى كلاهما متساويان أو يتحركان بنفس العجلة. السؤال اللي بعد كده: اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. رقم 1: الإزاحة الحادثة في الثانية الواحدة، السرعة المتجهة. طيب رقم 2: مجموعة مكونة من 4 كروماتيدات تنشأ من تقارب كروموسومين متماثلين في الانقسام الميوزي. مين المجموعة ديت اللي بتتكون من 4 كروماتيدات؟ المجموعة الرباعية. طيب رقم 3: وسيلة يستخدمها علماء الفيزياء للتنبؤ بالعلاقات بين كميات فيزيائية معينة، الرسوم البيانية والجداول.
طيب رقم 4، أحد أنواع التكاثر اللاجنسي ويحدث في الطحالب البسيطة والبكتيريا، الانشطار الثنائي. طيب بعد كده صوب ما تحته خط. رقم 1، البعد البؤري للعدسة الرقيقة يساوي البعد البؤري للعدسة السميكة أكبر. رقم 2، العدسات اللاصقة توضع مباشرة على شبكية العين لتصحيح عيوب النظر، توضع على قرنية العين. طيب رقم 3، يعمل التلسكوب الفلكي على انكسار أشعة الشمس لتسقط على مرآة في نفق تحت سطح الأرض، تعمل على انعكاس. طيب رقم 4، اتخذت مجرة أندروميدا شكلها القرصي بعد 5000 مليون سنة من لحظة الانفجار العظيم، مجرة درب التبانة. طب بعد كده ادرس الشكل المقابل والذي يمثل حركة جسم، ثم أجب ما قيمة الفترة الزمنية التي تحرك فيها الجسم بعجلة تساوي 0. في جسم هو علاقة بين السرعة والزمن، السرعة بالمتر على الثانية والزمن بالثانية. جسم فيه فترة متحرك فيها من ألف لب، ده بعجلة موجبة، وبعدين من ب لجيم ده بسرعة ثابتة، وبعدين من جيم لدال بعجلة سالبة. طيب بيقول لي الفترة الزمنية اللي يتحرك فيها بعجلة تساوي 0. امتى يتحرك بعجلة تساوي 0؟ لما يتحرك بسرعة منتظمة. فين السرعة المنتظمة؟ من ب لجيم، من الثانية التانية للثانية العشرة. يبقى إذا من 2 ل10 هتساوي 8 ثانية. يبقى بقى قعد 8 ثواني يتحرك بعجلة 0 أو سرعة منتظمة. طيب رقم السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. عندما يكمل جسم دورة كاملة في مسار دائري قطره 10 متر يكون مقدار الإزاحة 10 متر ولا 5 متر ولا 31.4 متر ولا 0؟ هو أكمل دورة كاملة، يبقى عاد إلى موضع البداية مرة أخرى، يبقى إذن الإزاحة هتساوي 0. طيب يحتوي نقط على المادة الوراثية من كلا الأبوين وينمو ليكون فردا جديدا، المشي ولا الزيجوت؟ يبقى الزيجوت هو بيحتوي على المادة الوراثية من كلا الأبوين وينمو. الزيجوت بينقسم ميتوزي وبينمو الفرد جديد. طيب بعد كده أي العلاقات الآتية تمثل حركة جسم بعجلة منتظمة؟ عجلة منتظمة، ده سرعة منتظمة وده سرعة منتظمة وده جسم ساكن، ديت العجلة منتظمة. طيب بعد كده تظهر خيوط المغزل أثناء انقسام الخلية في الطور. خيوط المغزل بتظهر في الطور التمهيدي. طيب بعد كده رقم ب، اختر من العمود ب ما يناسب العمود ايه. رقم 1، البعد البؤري للعدسة، البؤرة التقديرية للعدسة، البؤرة التقديرية للعدسة تتكون من تلاقي امتداد الأشعة المنكسرة، يبقى 1/4. طب الصورة الحقيقية للمرآة تتكون أمام السطح العاكس، يبقى 2/1. طب تختفي النوايا والغشاء النووي في نهاية الطور التمهيدي. رقم 2، طب ينقسم سنترومير كل كروموسوم طوليا إلى نصفين في الطور الانفصالي. طيب بعد كده رقم ج، اذكر موضع وخاص الصورة المتكونة لجسم وضع أمام عدسة محدبة على بعد أكبر من البعد البؤري وأقل من ضعف البعد البؤري مع التوضيح بالرسم. الجسم فين؟ على بعد أكبر من البعد البؤري وأقل من ضعف البعد البؤري، يعني بين ب وميم. الجسم بين ب وميم لعدسة محدبة، أدي صاد ودي ب ودي ميم ودي ب ودي ميم. الجسم بين ب وميم. هنا سقط شعاع موازي، كسر مار بيه البؤرة، بعد كده سقط شعاع مر بالبؤرة، مر بالمركز البصري، امتد على استقامته دون أن ينكسر. الصورة فين؟ اهي
دي الصورة وده الجسم. حقيقية، مقلوبة، مكبرة. يبقى حقيقية، مقلوبة، مكبرة. طب مكانها فين؟ بعد ميم أو على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري. السؤال اللي بعد كده، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ مع تصويب الخطأ. رقم 1، السرعة النسبية هي سرعة جسم متحرك بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك. صح. طيب رقم 2، نشر العالم مولتن بحثا بعنوان نظام العالم. غلط، ده لابلاس. طب معظم معلومات الفلكيين عن الشمس حصلوا عليها من دراسة شكلها. غلط، من دراسة أطيافها. طب رقم 4، إذا قطعت سيارة تسير بسرعة منتظمة مسافة 500 متر في 25 ثانية فإن سرعتها تكون 20 متر على الثانية. عين بتساوي ف على زين، ف 500 وزين 25 هتساوي 20 متر لكل ثانية، يبقى إذا العبارة غلط. طيب بعد كده، احسب قيمة زاوية الانعكاس في كل من الشكلين. عاوز زاوية الانعكاس، ده عمود عامل زاوية 90، كل دي ب90، حتة منها ب40، يبقى الباقية ب50. 90 ناقص 40 هتساوي 50. طب ديت زاوية الانعكاس هتساوي 0 عشان الشعاع ساقط مار بيه مركز تكور من يرتد على نفسه، إذا الزاوية هتساوي 0. طيب بعد كده، الشكل المقابل يمثل أحد أطوار الانقسام الميتوزي. ما الذي يشير إليه الحرف X؟ خيوط المغزل. طب أذكر اسم هذا الطور. ده الطور الاستوائي. طيب بعد كده، اشرح العلاقة بين التركيب الوراثي بين التراكيب الوراثية لكل من النسل والآباء في حالة التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي. النسل الناتج في التكاثر الجنسي يجمع في صفاته بين صفات الأبوين أو مختلف عن الأبوين، يعني في تنوع وراثي. والنسل الناتج بالتكاثر اللاجنسي بيكون مطابق للآباء تماما، لأن هو بيتم عن طريق انقسام ميتوزي.